قصص النبي المصطفى حلو جميل، فيه المواعظ والهدى أدب أصيل، من كل زهر ناضر ثمر ذليل، قول فصيح واضح حكم تسيل. ماذا ستحكي لنا الليلة يا عم؟ سأروي لكم قصة توضح أن الحق لا بد وأن يكون لأهله في النهاية. قصة الليلة عن امرأتين تنازعتا في طفل، كل واحدة منهما تقول أنها أم للطفل. وهل هناك أمان لطفل واحد؟ لا طبعا، ولكن هناك أم حقيقية وأم زائفة. وكيف عرفت الأم الحقيقية يا عم؟ هذا ما ألهم الله نبيه سليمان من الحكمة وحسن الظن والبصيرة في الحكم بين الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. كان في من كان قبلكم في عهد نبي الله داود وسليمان امرأتان ذهبتا لتحضر الماء من النهر، ومع كل واحدة منهما طفلها. تعالي بنا لنملأ الماء من هذا النهر العذب. نعم يا أختي، تعالي نملأهما حتى نسقي أبناءنا وأهلنا. تعالي بنا نترك ولدينا على الشاطئ وننزل إلى النهر حتى لا نتعب. ولكني أخاف عليهما. لا تخافي، وسنأتي بالماء سريعا ونرجع إليهما. هيا هيا. قد أخذ الذئب أحد الطفلين. لا حول ولا قوة إلا بالله. الذئب أخذ أحد الطفلين؟ الحمد لله يا صغيري أن الذئب لم يصبك بسوء. مسكينة يا صاحبتي، صبرك الله وخفف عنك ألمك. ولدي، ماذا تقولين؟ إن الذئب قد أخذ ولدك أنت، وهذا ولدي. ماذا تقولين؟ إنه ولدي وأنت تعرفين ذلك. لا، بل هو ابني. لا، بل هو ابني أنا. اعطيني الطفل. لا 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 تأخذيه، إنه ولدي. إذن اذهبا إلى النبي داود ليحكم بينكما. إنه ولدي وأنا حملته وأرضعته. إنه ولدي. لا لا، بل هو ولدي أنا. حكم نبي الله داود للكبرى لما رآه من بكائها وحزنها، ولكن الله دائما يظهر الحق وينصر المظلوم. هنا دخل نبي الله سليمان ليحكم في هذه القضية، فألهمه الله فكرة عظيمة وحكيمة استطاع بها إظهار الحق. فقال نبي الله سليمان عليه السلام: إذن هاتوا لي سيفا لأشق الولد نصفين وأعطي لكل واحدة منكما نصفا. لا لا، إن الغلام سيموت إذا شق بالسيف. يا نبي الله، اعطها الغلام فهو لها، فهي أمه. فقال نبي الله سليمان: إذن أنت الأم الحقيقية، خذي ولدك بارك الله لك فيه. وأنت أيتها المرأة التي ادعت ما ليس لها، اتق الله وتوبي إليه. أستغفر الله العظيم، لقد أعماني حزني على ولدي حتى كدت أحرم أما من طفلها. اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. وهكذا أظهر الله الحق، وعاد الولد إلى أمه الحقيقية.
قصص النبي المصطفى حلو جميل فيه المواعظ والهدى أدب أصيل من كل زهر ناضر ثمر ذليل قول فصيح واضح حكم تسيل رجل سقى كلبا فنال ثوابه واستوجب الغفران بالرب الجميل وثلاثة بالغار